اختراع جوه العربية عشان اعرف اصور. صاحي النهاردة الصبح على تليفون من آن رايح اصور حضانة ABCs. وعلى فكرة الحضانة دي من اول حاجات اللي كانت جايالي في حياتي ان اصورها تقريبا اذا لم يكن يعني ان الحضانة دي هي سبب ان انا دخلت مجال الفوتوغرافي اصلا. فانا بحب الحضانة دي جدا جدا، وعلى مستوى التعليم بقى والحاجات ديت لا هي يعني من افضل الحضانات اللي انا دخلتها، بتقدم سيرفيس حلوة. فانا كمان بحب التعامل مع الاطفال، مع ان التعامل مع الاطفال في التصوير الفيديو صعب جدا، في التصوير الفوتوغرافيا صعب جدا جدا. ليه بقى؟ لان هم بيفركوا فراكين، ما بيقعدش كده زينا كده اللي هو تقعد اعمل كذا طيب وتاخد الشوت والدنيا مستريحة. الطفل هو كائن بيتحرك في اي حتة في الوقت اللي هو عايزه زي ما هو عايز، فانت مش هتعرف تسيطر عليه مهما يكون هو مؤدب، مهما يكون انت يعني مهما يكون هو بيحبك. فصعب جدا. وفي رأيي اللي يقدر يصور اطفال ده نجم التصوير في الحياة بقى. ما فطرتش وما شربتش النسكافيه ولا كوباية الشاي بتاعت الصبح، حاسس ان انا بلا هوية، اقسم بالله مش فاهم اي حاجة في اي حتة. يلا خلينا نشوف النهاردة هنعمل ايه في حفلة التخرج. انا حاسس ان احنا نعمل حاجة كويسة، خلينا نشوف. وصلت وجددوا المكان. ABCs على 6 اكتوبر. ممكن احط لكم اللينك تحت اللي عايز يستفسر عنها وعايز يتفرج عليها. نخش جوه نشوف هنعمل ايه. صاروخ صح؟ بذمتك صاروخ ولا مش صاروخ؟ صح؟ والله ولا فطرت ولا شربت ولا اي حاجه. انا اروح بقى. بدأنا نجمع في الاولاد عشان خاطر نصورهم، وظبطت اللوكيشن عشان خاطر يطلع حلو في التصوير. بصور بون هيد لايت بسبيد لايت كانون وكاميرا 6D ولينز 70-300 كانون. بتعملي ايه يا آش؟ قاعدين بيعدلوا في الكابات بتاعتهم حاجة. لما جيت اتخرجت من حضانة زمان كانت مكافئتي عربية لعبة بلاستيك. دلوقتي بيلبسوهم زي التخرج. انا لما جيت اتخرج ما لبستش كده.
خلصت تصوير فشخ. خلصت. كان يوم حلو لاني بستعيد فيه ذكريات قديمة جدا ليا، اول سيشن ليا وتجارب كتيرة مريت بيها في المكان ده، فبحس ان انا جزء من المكان ده، جزء من نجاح المكان ده، فدي حاجة حلوة. وبعدين الاطفال كمان بحب قوي احساس ان انا لما اجي اخش مثلا المكان، فالطفل ده مثلا انا بصوره من اول ما دخل المكان كان عنده مثلا سنة او اقل من سنة، كمان عدد شهور معين، فهو كمان عارفني، فبحس اني مبسوط قوي لما حد منهم مثلا يعمل لي باي باي او يجي يسلم عليا او يبقى مبسوط ان انا جيت، عشان خاطر هو عارف ان انا هصوره. ف دي احسن حاجة، ودي اكتر حاجة مخلياني ابقى عايز اكمل في الفوتوغرافيا اصلا، ان انت بتسيب ميموري حلوة عند الناس يفضلوا طول عمرهم يفتكروها، ويفتكروك دايما بالخير، ويحسوا ان انت كنت سبب في يوم من الايام في انك تخلي يعني توثق لهم اللحظة الحلوة دي انها ما تضيعش. يا ريت كل الناس تهتم بلحظاتها وما تكسلش تصور اي لحظة انت مرت في حياتك، او اي نجاح حصل في حياتك، ما تكسلش تطلع الموبايل وتصوره، لان بعد كده تندم ان اللحظة دي او النجاح ده ما تصورش او ما توثقش. بس فخلينا نروح الاستوديو بقى ونشوف الفلوج ده هنمنتجه ازاي. قشطة.